السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. تعالى كده نبص بص على الفيديو ده. اتفرج. دي مش عاجباك خلاص في غيرها. 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 اتفرج 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 اتفرج. الناس تقول لي ازاي وعملتها ازاي وانا النهارده جاي اقول لكم ازاي. لو انت داخل الفيديو عشان تحول تشكيلتك لفول دبل بوستر فانت بتحلم هنا. انت محتاج لك ساري عربي علشان يحصل كده. انا عايزك بس كده تصلي على النبي تشكيل الله، وعايزين نوصلوا الفيديو ل 50 لايك ونوصلوا ل 200 مشترك. انا بعمل ايه يا سيدي؟ انا اي باكج بينزل مهما كان ايه او ازاي بس يكون كويس، يعني في لعبة كويسة بفتح عليه. حتى لو كان معيش الا 100 كوين بس، هيجي في مرة من الباكجات هيجيلك لاعب ايبك من اول فتحة. ما تسألنيش ازاي، هي هتحصل وبتحصل. لان اللعبة عبارة عن سكريبتات حظ، يعني حبة حظك لازم تصرف 5000 كوين عشان تجيلك حد، حبة حظك لازم تصرف 100 كوين عشان يجيلك حد، حبة يكون مثلا تصرف 10000 كوين وما يجيلكش حد برضه. فهي بتكون سكريبتات حظ، فانت بتجرب لحد ما تشوف الباكج اللي نسبة حظك تكون 100% لما تصرف 100 كوين ويطلع لك لاعب. وانت ما هوتش باكج وفتحت عليه، اضمن لك على الاقل 3 4 دبل بوستر في كل نهاية سيزون، غير بقى اللعبة المجانية اللي هتدالك اللعبة اللي زي باتستوتا واوين. انا اعمل كده وبس؟ لا، هتحتاج لك جنب حسابك الاساسي ان يكون معاك على الاقل حسابين او 3 احتياطي. طب وايه فايدة الحسابات الاحتياطية دي؟ ايه انت اللي هتعمله في حسابك الاساسي تعمله في الحساب الاحتياطية، وهتجرب لعبة اكبك اكتر واكتر. هي هتقول لي هي دي الطريقة بس؟ ايوه هي دي الطريقة بس. اي حد يقول لك ثغرات، حد يقول لك سيرفر، حد يقول لك افتح الساعة كام، فده مجرد يعني كلام فاضي. عايز تجيب ريتش، انا لو عايز اجيب ريتش وايه اضحك عليك اقول لك اعمل الثغرة كذا، افتح الساعة كذا، استخدم سيرفر كذا، ومش هغلب. ولكن انا بقول لك الحقيقة زي ما قلت لك، 3 حسابات احتياطية، وانصحك انك تبدأ الحساب بلعب دبل بوستر. طب اعملها ازاي دي؟ ازاي اجيب لاعب دبل بوستر ما كنت اجيبه في حسابي الاساسي اصلا؟ انك تجيب لاعب دبل بوستر في حساب لسه جديد اسهل لك من انك تجيبه في حسابك الاساسي. انت هتفضل تعمل حسابات، والموضوع ده ممكن ما ياخدش معاك ساعة او ساعة ونص. فالموضوع لو انت حظك حلو بقى ممكن يجيلك من تاني فتحة مثلا. طب انا اعمل حسابات جديدة ليه؟ انا هقول لك يا جدع، في الحسابات الجديدة الحظ بيكون لسه بيقول لسه الحظ كويس، اللعبة مفكراك لاعب جديد فعايزاك تحب اللعبة فبتجيب لك لعيبة أكتر وأكتر. هو أنا بقول لك ابدأ الحساب الدبل بوستر عشان يبقى معاك لاعب دبل بوستر وتجربه، وكمان يبقى أنت تعرف إن الحساب ده حظه كويس. الموضوع سهل، تفتح على أي باكج أنت محتاجه أو عايزه حتى لو كان ب100 كوين وإن شاء الله هتنفع معاك، بس مش دايما. يعني مثلا كده جالك لاعب في الباكج اللي فات وعايز يجيلك لاعب في الباكج اللي بعده، الاستحالة. وهي بتحصل بتحصل، ولكن مش دايما، على حسب بقى حظ حسابك. وفي طريقة تانية انك تقعد تحوش، وانا شايف ان التكتيك اللي انا عامله ده احسن من انك تحوش مليون مرة. لانك هتحوش كام في السيزون؟ مثلا 5000 10000 كوين هتجيب بيهم على الاقل لاعبين. فما انصحكش انك تدخل غشيم خالص، انت اخرك 100 كوين عشان تفهم اللعبه انك فقير وعايز لاعب بوستر كده تروق بيه على حالك. ومفيش حاجه والله اسمها السيرفر اللي هيخلي حظك حلو، ولا السيرفر اللي هتخلي يجيلك لاعب، ولا في بين اللي هيخلي حظك حلو. استحاله، مفيش الكلام ده. تمام، كله ده حظ. تعالى بقى اوريك التشكيلات اللي انا كونتها عن طريق التكتيك الجامد ده. زي ما انتم شايفين الحساب فيه اندي كول وفي بيان كريكيتش وفي من السيزون اللي فات اللي هو ماتيو مالين دول طلعوا لي من 1000 كوين. يعني الاتنين طلعوا لي من 1000 كوين، وبرضه طلع لي سكولز برضه من 100 كوين. وده اقوى حساب عندي، ميسي وفيليب لام واندي كول. ولكن للاسف بعته ما عدا البرتغال. تقريبا ان هو فتح ب100 وجات له بالحظ لما استخدم تكتيكي ده فاشي. والحساب اللي قدامكم ده يبان ضعيف، ولكن انا جايب ال3 الدبل بوستر اللي فوق، او برضو جبت زروبرتو اللي هو البي ده
هو تقريبا بيحوش وما بيفتحش على ايبك، لو بيفتح واستخدم تكتيك اللي هو بيفتح على ايبك، وكان جاله لعبة كتير. والحساب ده انا عملته مخصوص عشان ميسي ال 108، وجه فيه مين بقى؟ بيليتز، زيكو، وكمان تشابي الونسو، بلاتيني. وانا بعت الحساب ده، عملت الحساب ده عشان رونالدو جه فيه يامال مجانية، وبرضه الحساب ده بعته. والحساب ده تقريبا تاني اقوى حساب عنده، تاني اقدم حساب عندي، ولكن بعته. لكن كفايه انه في ميسي ال 103 الاسطوره ملك الهجوم. هو الحساب ده عملته علشان المعلم جاريث وجالي من اول فتحه ما تعبتش فيه، وجالي برضه في دي نيلسون، وبرضه بعته. الحساب ده حظ لعب مع يعني تعالوا اودي وجرام مغلايش من 200 كوين، تفهمني. وكان في خلط برضه وفي كاكا، والحساب حظه نار. هو الحساب ده كان فيه ستوار بليز، وجه فيه مودريتش، وجه فيه عثمان ديمبلي برضه من 100 كوين ومن مجانية. كنت بعمل حسابات لميسي البليدز، فجه ده في السكة، فقلت له اعمل له حساب جديد، وجه في برضه اللي هو سوبر بليدز، وما بلعبش فيه كتير. وبرضه هكذا الحساب ده كنت بعمل حساب عشان ميسي البليدز، وجه نيمار وتعمل عامل له حساب، وجا في تجاوى من المفتحة المجانية، وزي ما انتم شايفين. وفي لعبة كتير كمان قديمة وجديدة ممكن تكون ناسيها، وزي ما انت شفت دي الطريقة اللي انا بستخدمها، بفتح على اي باكج مين، وهي في الاول وفي الاخر حظ. تمام. وبس كده الفيديو انتهى. تمام، يكون عجبكم ان شاء الله كل اشتراك، واشوفكم في فيديو